فلينظر الإنسان مما خلق. هل وقفت مع نفسك هذه الوقفة ورأيت؟ لاحظوا كمال إبداع الله سبحانه وتعالى، ويعني وإعطائه للعقول هذه الفرصة. ما قالش فلينظر الإنسان مما خلقته، مما خلق. خلق من ماء دافق، الاثنين بالمبني المجهول، وكأنه كذا ما احناش عارفين من خلق. لتأتي آية أخرى تقول أم خلقوا من غير شيء. لاحظوا الاحتمالات العقلية اللي طرحها القرآن للعقل. هناك احتمالات للعقل، نقول إنه ما خلقهمش وهذه لا يقبلها عاقل. أم هم الخالقون؟ إذا أنتم الخالقون قولوا لنا كيف خلقتم. والاحتمال الثالث أم نحن الخالقون. أكيد العقل وقف أمام هذه الاحتمالات باحترام واحترم نفسه وسكت وقال له أنت الخالق. قال لهم ربي أنا الآن بقول لكم كيف خلقتكم، وشرح التفاصيل ولا مجال للتفاصيل هنا بخلق الإنسان من نطفة وعلقة ومضغة وابتداء من التراب، ليصل بالعقل في النهاية ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، بس بقناعة ما هوش ببلادة.